الحلم مش بيتحقق في طرفة عين. عارفة ايه اللي بيزهقك؟ لما يبقى عندك حلم نفسك توصلي له بتفضلي قاعدة مستنياه. يعني مثلا افتح مشروعي الخاص لجل الضوافر، بس المشروع ده هياخد وقت لانه محتاج فلوس، محتاج مواد، محتاج مكان وغيره تفاصيل كتير. فمش بعمل حاجة غير اني افضل مستنية الحلم يتحقق، فبنزهق ونشك في حلمنا ونفقد الامل في تحقيقه علشان قاعدين ساكتين، عشان فاهمين اننا في انتظار تحقيق الحلم. وغالبا بنبقى ناسيين ان لحد ما يتحقق محتاجة اشتغل عليه، محتاجة احوش، اقرا عنه، افهمه، اقعد مع اصحاب خبرة، اخد كورسات، اشتغل شغلانة تانية عشان تجيب لي فلوس عشان اعرف احقق بيها حلمي وافهم نفسي اكتر، اعرف ايه اللي هيخبطني، اعرف ازاي افكر واقرا واسال، كمان اصلي له، اتعلم اصلا ازاي استنى. كل دول خطوات تحقيق الحلم. ممكن ياخدوا شهر، ياخدوا سنة، ياخدوا سنتين، المهم اعملهم بشكل مستمر وبكل امانة قدام نفسي وقدام الله.